عاملين ايه وموعدنا مع سلسلة اوبو رينو 14 سيريز الجديدة. تم اطلاق ال 14 برو وال 14 العادي وال 14 اف 5 جي. لسه مفيش كلام عن الاف 4 جي، ولكن خلينا نتكلم عن الموبايلات الجديدة اللي نزلت، وكالعادة كام نقطة مهمة لازم تعرفها عن الموبايلات الجديدة. خليني اقول لك ان سلسلة الرينو 13 اللي نزلت اول السنة دي كانت سلسلة قوية جدا وناجحة من اوبو. اغلب موبايلاتها كانت بتبيع بشكل محترم جدا، سواء ال 13 5 جي او الاف 5 جي او حتى كمان الاف 4 جي. كل الموبايلات دي كانت بتبيع كويس، بالرغم ان مش كل السلسله كانت جامده وقيمه مقابل سعر، ولكن حققت نجاح. خليني اقول لك بقى ان سلسله الرينو 14 الجديده هي عباره عن سلسله الرينو 13 اللي نزلت اول السنه، ولكن مع بعض التحسينات وبعض التعديلات ونزلوها تاني باسم ال 14 الجديده. والتحسينات اللي اتحطت دي حقيقه هي تحسينات محترمه ومطلوبه. وتعالى اعرفك ايه الجديد وايه اللي متغيرش مع سلسله الرينو 14، ونبدا مع ال 14 5 جي. لما نيجي نبص هنا على التصميم هتلاقي التصميم قريب جدا لشكل سلسله الرينو 13، ولكن مع شويه تعديلات كده في الظهر وحوالين فريم الكاميرات. عندنا الموبايل هنا جاي بفريم من الالومنيوم، ظهر الجهاز هنا او الوش جاي من الزجاجه. عندنا شاشه هنا عليها كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، طبقه حمايه على الشاشه. هي ان شكل الشاشه هنا حواف قليله محترمه، وبالمناسبه هي نفس الشاشه اللي كانت موجوده في الرينو 13. شاشه كويسه جدا، 6.59 من 100 انش، داعمه ل1 مليار لون وال 120 هرتز، وسطوع بيوصل ل 1200 نتس، مع جوده محترمه هنا ل 1256 في ال 2760. يعني عندك 460 بكسل في الانش، كثافه بكسلات محترمه جدا هنا مع الرينو 14. فمن ناحيه الشاشه ارقامها كويسه جدا وادائها محترم، وهي نفس الشاشه اللي انت شفتها في الرينو 13. الجهاز هنا جاي بوزن 187 جرام، لو انت دقيق قوي يعني فهو زاد حوالي 6 جرام عن الرينو 13. بالنسبه للسمك هنا جاي ب 7.3 مللي. من ضمن الحاجات هنا اللي ما اتغيرتش في الرينو 14 عن الرينو 13 المعالج اللي جاي من ميديا تك دايمنسيتي 8350. حقيقه هو معالج قوي ومحترم، وانا ما عنديش مشكله ان نفس المعالج ده اتحط في الموبايل هنا تاني، لان اصلا المعالج ده كان قوي لما اتحط في الرينو 13، برغم ان كان تسعير الموبايل عالي، بس مش مشكله برضه. احد التغييرات القويه اللي حصلت هنا مع الرينو 14 وابرزها واللي انت هتلاقي الناس كلها بتتكلم عليه هي الكاميرات. عندنا نفس سيت اب الكاميرات بتاع الرينو 13، ولكن مع اضافه كاميرا مميزه جدا هنا. في الرينو 13 كان عندنا الكاميرا 50 ميجا بكسل 1.8 مع 8 ميجا بكسل الترا وايد 2.2، وعندنا كاميرا 2 ميجا بكسل للعزل. ملهاش اي 60 لازمه، دي شلناها رميناها على جنب وحطينا مكانها دلوقتي مع الرينو 14 كاميرا تليفوتو. في عدسه تليفوتو هنا اتضافت مع الرينو 14، حاجه محترمه. 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.8. العدسه دي للزوم بتطلع صور محترمه جدا. وطبعا ما كانش عندنا ولا موبايل في الفئه المتوسطه في كاميرا تليفوتو غير الريلمي 14 برو بلس، لكن دلوقتي هنا عندنا مع الاوبو في كاميرا تليفوتو. التغيرات برضو اللي حصلت هنا عن الرينو 13، بدل البطاريه كانت 5600 ملي امبير بقت هنا حوالي 6000 ملي امبير، 400 ملي امبير زياده. مش عايزك تحط في دماغك انك هتلاقي فرق جبار ما بين الموبايلين، لا، فرق بسيط مش هتلاحظه، لكن هو تطوير مهم كويس جدا ان هم عملوه. مع الشاحن السريع ال 80 واط التقليدي بتاعهم، وطبعا بيشحن الموبايل في وقت كويس ومقبول بالنسبه لحجم البطاريه. طبعا الموبايل بالنسبه للكاميرات، فعندنا موبايل هنا بيصور 4K 60 و30 فريم، و 1080 60 و30 و120 فريم، نفس تجربه التصوير اللي هتاخدها من الرينو 13 هي اللي تاخدها مع الرينو 14 هنا، بس الفرق ان احنا ضفنا العدسه بتاعه التليفون. الحقيقه بقى مواصفات الجهاز بقى هي كلها عباره عن الرينو 13. يعني باختصار لو عايز ارتب لك كده التغيرات اللي حصلت: كاميرا تليفوتو، بطاريه اكبر، وبس. صدقني مفيش حاجه تانية يعني اتضافت في الموبايل يعني. ولما نروح بقى لل 14 اف 5 جي، فعندنا هنا الموبايل بحجمه اصغر شويه. الشاشه هنا بدل ما كانت 6.67 من 100 انش بقت 6.57 من 100 انش، الدعم ال 120 هرتز وال1 مليار لون. وبيقولوا هنا ان السطوع عالي وبقى 1400 نتس، بس انا بصراحه مش مع قوي يعني الرقم ده، لان الاغلب منه ال 14 العادي ما تضافش فيه سطوع اعلى. بس خلينا نشوف الموبايلات دي هتعمل ايه. الموبايل هنا برضو بوزنه اخف عن ال 13 اف، بدل من 192 جرام بقى هنا حوالي 180 جرام، فيعني حلو كويس جدا انهم عملوا كده. السمك هنا محترم برضو 7.7 مللي، والبطاريه هنا بدل ما كانت 5800 ملي امبير بقت 6000 ملي امبير، يعني 200 ملي امبير زياده مش هيفرقوا قوي. ومن ناحيه الكاميرات هنا هي برضو نفس الكاميرات: ال 50 ميجا بكسل 1.8 وال 8 ميجا بكسل الترا وايد 2.2 والسيلفي ال 32 ميجا بكسل. مفيش اي جديد يعني بخصوص الكاميرات. طبعا تصميم الموبايل شبه سلسله ال 14 الجديده، والمعالج هنا جاي من سناب دراجون ال 6 جين 1، ومفيش اي تطوير حصل على المعالج
هنا، وبصراحه دي حاجه غريبه جدا. يعني كان المفروض على الاقل مثلا يجيبوا لنا ال 6 جين 3 زي ما موجود في الاي 36، لكن ده اللي حصل، هم ما عملوش اي تطويرات في الموبايل غير ان هم زودوا 200 ملي امبير في البطاريه، وحجم الشاشه بقى اقل، وزن الموبايل بقي اخف شويه عن ال 13 اف 5 جي. دي ابرز التغيرات في ال 14 وال 14 اف 5 جي. خلينا نتكلم عن كل موبايل لوحده في فيديوهات جايه ان شاء الله. وبالنسبه لتسعير الموبايلات دي، فانت بتشوف الفيديو تم اطلاق الموبايلات دي بشكل رسمي، هسيب لك كومنت على الفيديو باسعار الموبايلات.